البنات هادشي اللي غنقولوا لكم اكيد كنتو تديروه وحتى انا كنت نديرو. وهو ملي كتلقاي كتخرجي للزنقه وكتلقاي شي كاس مهرس حدا الباب ولا تبصيل ولا قرعه ولا دجاجه ولا بوله ديال دو، كتجمعيها وكتدخليها للدار ديالك وكتلوحيها في الزبل. قالتك السيده هذاك الشيء راه غلط، قالك هذاك الشيء راه هو غلط وتيجيب لك الدمار الشامل للعائله ديالك والسعاده ديالك والصحه ديالك. السيده شنو لقات قدام الباب ديالها؟ كتلقى الطيسان ديال القهوه البنات، الطيسان ديال القهوه، وكتلقى البيض مهرس فيهم، يعني كل طاسه بيضه مهرسه فيها. وداك السيده كتقول هذاك الطيوس ملي حسباتهم لقاتهم شحال ديال ولادها. يعني بنادم سبحان الله العظيم خطير. قالت لقاتهم وزاتهم ودخلاتهم ولحتهم في الزبل عندها. مسكينه وقع عليها مشكل كبير كبير بزاف، يعني شي حاجه اكثر من الخيال. يعني صحتها مشات ليها الفلوس، يعني السيده كانت مزيانه ولاباس عليها ولات ما كتكسب حتى شي حاجه، ما بقى عندها حتى شي حاجه كما قالت، لا صحه لا فلوس لا ولاد، لا ما بقات عندها حتى شي حاجه في الحياه، يعني كل شيء مشى ليها. المهم كتقول السيده الا لقيتي بحال هذا الشكل هذا قدام الباب ديالك شي حاجه مهرسه، دجاجه ولا قرعه ولا بوله ولا كاس ولا زلافه، اللي لقيتي قالك عمركي ما تهزيها وتدخليها للدار ديالك. قالك جمعيها وقراي عليها وسيري لوحيها على برا، عمركي ما تلقاي شي حاجه قدام الباب ديال الدار ديالك وتهزيها وتدخليها. كما قالت السيده هذاك راه كتهزي داكشي وكتدخليه لدارك، راه دمار شامل العائله ديالك والصحه ديالك والبدن ديالك. الخوت والله ما نكذب عليكم، حتى شحال من مره كنلقى شي حاجه مهرسه قدام الباب كنخرج الباله وكنبقى نجمع فيها وكندخلها وكنلوحها عندي في الزبل. بصراحه هادشي ما كنتش عارفاه، منين عرفتو والله ما نكذب عليكم عاد عرفت الدقه ملي جاياني. وانا تنقول منين جاياني الدقه وهي راه حدايا. ردوا البال البنات. انا البنات كما قلت لكم ملي تكون شي حاجه بحال هكايا الناس ما عارفيناش، انا غادي نحطها لكم باش تردوا بالكم، حيت هذوك ولاد الحرام ما خلاو ولاد الحلال ما يديروا، ما خلاو ولاد الحلال حتى شي حاجه. كما كيقولوا النيه، يعني النيه كتخرج على مولاها. انت لقيتي داكشي قدام الباب وجمعتي ودخلتي، يعني نيه. كانت شي وحده مطوره ما غاديش دير هذاك الشيء. بارطاجيوا البنات وردوا.